عم اقول لك يا عزيزي، اخر الاخبار المضحكه لنادي الزمالك عمال يضحكنا ويفرحنا بيها. بيقول لك نادي الزمالك عايز يقدم شكوى في الاتحاد الكوره، واللي مش عارف للفيفا ومش عارف لاي، يعني كده عايزين تعويض. عايزين قيمه تعويض عن الخسائر اللي زيزو عوضنا بيها، اللي هي التعويضات اللي هي قيمه عقده. الخسائر اللي هو ان زيزو خسرهم اغلب البطولات. انت عبيط ولا انت في ايه؟ يعني هو معلش، يعني زيزو 11 لاعب بيلعبوا، زيزو لوحده خسركوا البطولات. يعني هو مش ده زيزو النجم الحريف احسن لاعب في مصر؟ زيزو هو الاصل ومش عارف ايه اللي بيجيب لنا البطولات، اللي مساهم في 80% من بطولاتنا و90% وال100% من بطولاتنا. الوقت بقى زيزو هو اللي خسركم. وطبعا نادي الزمالك مش جمهوره وراه، هو مش هيقول شمال شمال يمين يمين، جمهوره وراه. طبعا اكيد الافكار ده، انا ما اعرفش افكار مين، بس ده اكيد افكار كابتن ميدو. كابتن ميزو العالمي قال لك لا، احنا نسكت؟ لا، احنا هنطلع بيان ونقول بيان. فمين اللي ورانا؟ جمهورنا ورانا، واقف ورانا، شمال شمال يمين يمين، صح صح غلط غلط، ما بيفرقوش. فقال لك بس زيزو هو اللي مخسرنا البطولات وهو اللي مش عارف ايه. يعني ايه زيزو اللي مخسرنا البطولات؟ يعني هل مثلا زيزو هو اللي مخسركم نهائي القرن بالكره؟ كان قصده يجيبها في العارضه. طب هل مثلا زيزو لما كان بيلعب الاهلي كان قصده اللي هو يتصاب علشان يطلع؟ هل مثلا الماتشان اللي فاتوا دول ماتش الكونفدراليه اللي انتوا طلعتوا من ستيلنبروش اللي هو بيلعب الوقت مع سيمبا، هل هو اللي كان السبب؟ زي الراجل ما لعبش اصلا. يعني الراجل قال لك انا والله ما لاعب، مش متمرن اصلا. فالراجل ما لعبش وخسرتوا وطلعتوا، يقول لك لا اصل هو اثر تاثير نفسي على اللعيبه علشان مضى للاهلي، فاللعيبه نزلت متوتره ده انتوا في حته ثالثه. يعني انتوا في حته ثالثه. اما نشوف هيوصلونا لايه، لسه هيقولوا ايه تاني.